السلام عليكم. في ظل الهجمة الشرسة اللي بتتعرض لها حضارتنا المصرية وطلوع كل من هب ودب وجاهل يفتي فيها، سواء من الزنوج الأفارقة اللي بيدعوا إن هم أصحابها ولا السودانيين ولا بعض العرب، فكان لازم نعمل سلسلة عن أرض الإله مصر وتاريخها العظيم، مدعم بالمستندات وآراء الأثريين الأجانب اللي انبهروا بحضارتها. وهنقول تاريخنا من أول ما ربنا خلق الأرض لغاية دلوقتي، لعل وعسى كل جاهل يتلم ويحط لسانه جوه بقه ويبطل يكذب على الناس. خليكم معايا، أنا إيمان مطر. فضل تاريخ مصر مجهول بالنسبة للعالم لغاية آخر القرن ال18، وكان كل اللي بيتم تناقله ساعتها عن مؤرخين جم مصر في عهود البطالسة والرومان، ووصفوا حالها ساعتها وكتبوا اللي سمعوه عن تاريخها بس. كان منهم هيرودوت وديودور الصقلي واسترابون وغيرهم، بالإضافة طبعا للي كتبه المؤرخ المصري مانيتون نقلا عن أصول مصرية قديمة، لكن للأسف ما وصلناش من كتاباته إلا القليل. في سنة 1798 غزا نابليون بونابرت مصر بحملة حربية كبيرة استمرت لمدة 3 سنين. أثناء الحملة دي واحد من ضباطه عثر على حجر منقوش عليه أشكال غريبة في قرب مدينة رشيد بدلتا مصر، وأطلقوا عليه حجر رشيد وأخدوا معاه وهو راجع لبلده، من ضمن حاجات كتير سرقوها وهم راجعين. في سنة 1822 نشر العالم الفرنسي الشاب جان فرانسوا شامبليون أول كتبه في فك رموز اللغة الهيروغليفية، وكشف للعالم كله سر الحضارة المصرية العظيمة، وأصبح من المؤسسين لعلم المصريات. يعتبر القرن ال19 هو قرن الاستكشافات المصرية، لأنه جه مصر ساعتها كتير من علماء الآثار الأجانب وقاموا بالحفر والتنقيب للبحث عن آثار تلك الحضارة العظيمة في طول مصر وعرضها. انقسم علماء الآثار ساعتها لمجموعتين من ناحية أصول الحضارة المصرية. المجموعة الأولى بتقولك بأن الحضارة المصرية ما كانش لها عهد طفولة، وإنها وجدت فجأة كده، زي ما بعض الجهلة بيقولوا دلوقتي بأن سكان من الفضاء نزلوا مصر بنوا الحضارة دي وبعدين رجعوا الفضاء تاني. أما المجموعة التانية فبتؤكد بأن مصر ليها علم ما قبل التاريخ، واستمر الحال بينهم لغاية ما جه العالم الفرنسي أرسلان سنة 1868 لمصر، وقدم البراهين والأدلة على إن مصر ليها علم ما قبل التاريخ، واستند للآثار اللي لقاها في أماكن متفرقة في مصر. وكانت الآثار دي بترجع للعصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. وجي بعد منه العالمان لينرمان وهنري، وعثروا على بعض الآلات اللي شكلت أهمية كبيرة جدا بالخصوص ده بالقرب من جبان الطيبة، ده بالإضافة للي لقاه الأب ريتشارد في شبه جزيرة سيناء وفي القاهرة. كانت نتيجة كل اللي فات ده إن جمعية درس أصل الإنسان الأوروبية اعترفت في سنة 1870 بإن مصر كان فيها عصور ما قبل التاريخ. وبعد الاعتراف ده ب27 سنة جه عالم الآثار دي مرجان وحط نتائج أبحاثه اللي قضى فيها عمره كله في مجلدين كبار جدا بيؤكدوا النتائج السابقة ديت. إيه هي نتائج الأبحاث دي؟ وإيه هي عصور ما قبل التاريخ في مصر؟ ده اللي هنقوله الحلقة الجاية إن شاء الله. تحياتي.